الإماء الصفدي، كل هؤلاء كانوا من غير الشيعة، وقد رووا وذكروا في كتبهم ما جرى على الزهراء عليه السلام على تفاوت الدرجات. نعم، عن طريق أئمتنا عليهم السلام وعن طريق ذات الزهراء عليه السلام نحن نروي ما جرى عليها بالتفصيل. أما الآخرون من المذاهب الأخرى فكل يروي جانبا من الحقيقة، جانب معين، لأنهم ما رجعوا إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا هو. هسه على أي حال مهما تشكك وتنكر، فعلى الأقل قضية ترويع الزهراء، تهديدها لما جاء هذا الوغد اللعين وقال لأحرقنها على من فيها، فقيل له وإن، أو قال وإن، لما قيل له فيها فاطمة والحسن والحسين قال وإن. هذا الأمر ثابت عند أهل الخلاف، هذا أمر ثابت لا يدفعه إلا جاحد مكابر. ولذلك الفقيه الجليل، فقيه أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم، صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه، يعلق على كلام ابن أبي الحديد في هذا الموضع. فماذا يقول؟ يقول إنه مع الإغماض عن حديث الإسقاط، خلي الآن نغمض أعيننا عن حديث إسقاط جنين الزهراء عليه السلام، فالترويع بالإحراق لمنزلها صلوات الله عليها مما لا مجال لإنكاره، والترويع بدخول بيتها عليها وإخراج ابن عمها قهرا وقوده ملببا مهانا وخروجها خلفه باكية شاكية في مجمع الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد كما تقدم في أخبار السقيفة مما لا مجال لدفعه. لا يمكن دفع هذه الحقيقة، على الأقل هذا القدر، هذا ثابت. أرأيت أن جميع ذلك كان مما يسوءه ويؤذيه صلى الله عليه وآله أو يسره ويرضيه؟ هاي الأمور التي وقعت، هذا الترويع، هذا الترويع، التهديد، هذا القدر. خلينا نقول ما اقتحم، ما اسقط جنين الزهراء عليه السلام، ما كسر ضلعها، ما لطمها، هذا الترويع بمجرده لبضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. أشيء كان يسر رسول الله أم يغضبه؟ سؤال، استدلال سليم. أرأيت أن جميع ذلك كان مما يسوءه ويؤذيه صلى الله عليه وآله أو يسره ويرضيه؟ لا بد من الأول، أي لا بد من القول بالقول الأول أنه كان يسوءه ويؤذيه صلى الله عليه وآله، إذ لا معدل عنه ولا محول، لا يمكن أن نعدل عن هذا القول ولا نتحول عنه. وإذا ساءه وآذاه فهل هو يسوء الله عز وجل ويؤذيه أم لا؟ لا بد أيضا من الأول. إذن لا بد هو قد آذى من؟ آذى الله عز وجل وأساء إلى الله تبارك وتعالى، فالنتيجة ماذا؟ وبذلك يظهر لك ما في كلام الشارح الضال من العمى والتعامي عن الطريق الواضحة. الشارح الضال يعني منه؟ ابن أبي الحديد. شلون يتعامى عن الحق والطريق الواضحة، حيث أنه قصر الترويع على الإسقاط خاصة وعمى عن هذه الأمور المروية في أخبارهم مع ما في دلالتها من الترويع من نهاية الظهور. ظاهرة هي في الترويع حتى وإن تركنا قضية الإسقاط. فيا أعمى الله أبصار بصائر هؤلاء الأقوام. هذا كلام صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، الفقيه الذي كل فقهائنا يجلونه ويحترمونه، وما زال كتابه كتابا يرجع إليه، موسوعة الحدائق الناظرة
كتاب موسوعة فقهية كاملة معروفة، وعلماؤنا يعتمدون عليها ويتداولونها فيما بينهم. شوف تعليق صاحب الحدائق على ابن أبي الحديد وعلى المخالفين في جحدهم لظلامة الزهراء عليه السلام، وشوف لغته، انظر إلى لغته وتأملها حتى تعرف أن لغتنا هذه هي عينها لغة علمائنا الأبرار، لا فرق بيننا وبينهم. فالذي يسيء إلينا اليوم زاعما أننا نحن لا نتحدث بلهجة علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والله إنه كاذب. علماؤنا الأصلاء هذه كانت لغتهم. وإلا أنت تعال شوف تعليق ايش يقول فيا أعمى الله أبصار بصائر هؤلاء الأقوام، يقصد المخالفين وعلماءهم، الذين هم أضل من الأنعام في استمرارهم على الباطل إلى يوم القيام، كل ذلك في رضا أبي بكر وعمر اللذين جعلوهما لله سبحانه كالأنداد. يعبدون أبا بكر وعمر، عندهم استعداد يتغافلون عن الإساءة لله ولا يتغافلون عن الإساءة لأبي بكر وعمر، صنمي قريش. ألا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل